لكذا موضوع. امبارح المعلق العربي الشهير جدا الكابتن عصام الشوالي في تعليقه على المباراة اتكلم، ويعني هو دايما عصام الشوالي عنده ميزان. يعني انا راجل بفهم في الاعلام على قد يعني في تعليقه، وتحديدا في المباريات الحساسه زي المباريات العربيه شديده الحساسيه زي دي. فعلى حسب سير الموضوع، يعني الموضوع جاي ناحيه الاهلي هتلاقي فيه شويه دغدغه مشاعر مصريه. الموضوع رايح الناحيه الثانيه هتلاقي فيه شويه دغدغه مشاعر مغربيه. يعني هو شاطر يعني ما شاء الله عليه يعني. انما هو امبارح قال جمله يمكن اغضبت جدا جماهير النادي الاهلي، ولعل هذه الجمله يمكن النهارده تابعت ان السوشيال ميديا الاهلاويه. ضربه الجزاء بتاعت الفاول، ضربه الجزاء دي واحده انما اللي ضايقت الجمهور المصري وجمهور النادي الاهلي تحديدا اكتر، الا وهو الحديث عن انتظام الدوري المغربي، وان النادي الاهلي متاح ليه كل الاريحيه للاعب مباراه نهائيه، على عكس فريق الوداد المغربي اللي بيعاني من انتظام مسابقه الدوري المغربي، فان كل الظروف مهيئه للنادي الاهلي كي يفوز فوزا مريحا في المباراه. انت مش واخد بالك ان هي بقت عصب منظومه؟ ما حدش يفكر بقول عصابات، حاشا الله، عصب يعني عصب. كان كابتن وائل جمعه راجل عزيز بنيك معاه في الاستوديو. خلي بالك احنا بنصغر نفسنا وانا اللي يزعل يزعل، مش هقول لك بقى مش عايز حد يزعل. قاعد اصلا في استوديو القناه صاحبه الحقوق، تمام؟ راجل سامبو ده ضرب ياسر ابراهيم كده. دي الاولانيه. لا ده واللعب واقف، دي بقى اتعادت 3 مرات. اتعادت صح. تمام. الراجل بنجا ده جاب لعبه واحده، واحد طلع اظن اسمه ايه الفيرود الثاني اللي مش الافريقي، طلع فوق علي معلول، غرز عنه الاثنين هنا، واما نزل فعلي كان هيقع، اتعدل الكره جايه كده فحط ايده في ظهره. لولا حاتم الطرابلسي يا اخي. قال له انا حاتم الثاني، قال له لا ضربه جزاء يا اخي، ازاي والوداد، وقعد هيموت عزيز ده. تمام. كابتن وائل قال له مالك يا عزيز، بس لولا حاتم يعني تفتق ذكر الكابتن وائل عن ايه، يقول له ايه، طب انت بتحل الدوري الانجليزي يا حاتم دي باين، قال له لا ولا تعرف عن البنالتي شيء. طب انت فين من بقيه الالعاب يا وائل؟ وانت بص، كلنا بدانا ناخد بالنا ان المصلحه عند الاقشع وعند ناس في الخليج وعند الخالصي، انا بقول بالاسماء والرزق على الله. لا على فكره اللي انا بقول اساميهم دول ما لهمش دعوه، انت اللي بقيت فاهم انك خايف تقول حاجه لحسن يخلصوا العقد. يا دي المصيبه اللي فيها مصريين. طبعا على اي حد. طبعا. لا انا عايز بوضوح شديد. لا الموقف ده كان وائل جمعه امبارح في استاد القناه صاحبه الحقوق. الله يا اخي، في 200 لعبه لازم تجيبها، والتاني ما يزعقلكش يا اخي ولا يزربن عليك، ويزربن ما تضحكش، بتضحك ليه؟ ما هو كلام كوره فلفل وشطه. وانا بقول له قوم اضربه، ولا انا راجل تايه؟ دي شغلتي يا اخي. كان لازم يشيل الحالات ضربات الجزاء يا اخي قول له لا تعالى لو سمحتوا هاتوا، لو سمحتوا عيدوا. ايه يا عم مالك في ايه؟ وانت تكسبه قد ما كسبته؟ ولا هنا بقى الدنيا زحمه وحر وبتاع، البلد دي ما بقتش على كيف حد ليه؟ مطلوب منه انه يقطع في الاهلي. عمالين نقول لا، ما انا ما قلتش كده يا ابراهيم. الاخ الثاني اللي عمالين نستدعيه، يا اخي اطلع قول لهم انا مخاصمكم يا اخي، احرجتوني في مصر، انا معاكم بالليل بس بالنهار قولوا اي حاجه، خلوها حكم وحكم. الاخ انا بريد يعني نقعد نداري ونقول اصله انه كانه، ولا انه ولا كانه، هي كده. اذا انت تاخد على وائل جمعه ان البادي لانجوج او يا عم انت كمان بتدور على عنوان، انت معلم وانا برضو معلم. انا مش البادي لانجوج، انا بتكلم عن حاله مش محتاجه توصيف. كل حد مصري لابد. قالت لك وائل جمعه وخد موقف قوي بعد ايه؟ بعد ما التاني قاعد يعني مزربن وزعلان، ويا دوبك حاتم نصفنا في انه دي ما تتحسبش، والتاني قال له لا طب لو عزيز، انت مكانه كنت هتعمل ايه؟ لو انا مكانه هعيد كل الالعاب يا احمد، هعيد كل الالعاب يا احمد، واقول له لولا ان ما فيش عندنا محلل تحكيمي، واقول كمان ان عندنا مخرج هنا ما شاء الله ما شاء الله. اوعى تفكر الناس تطلع تقول لك اصله مخرج ضد الاهلي، يا عم ده ضد الاخراج. يا عم هاتوا بقى ناس بجد، يا عم هاتوا ناس بجد. وغير كده اللعبه بتاع الهرس دي زاويه بالعافيه، تحس انك عايز تنام تحت العربيه عشان تصلح الريداتير عشان تجيبها. يا عم ما تعدلوا الزوايا يا اخي، هو انتوا في ايه؟ ما احنا مش عايزين غير قد مصر حقها بس.
انا مش فاكر بتكلم. موضوع الخبراء بتوع البرتغال، انا بقول لحضرتك انا ونيجي مش ناس من راجل، إسبانيا انا لا، مش لا، راجل. خبراء الاخراج التلفزيوني. ما انا بقول لحضرتك انا مش راجل، انا مش راجل شوفاني يعني. هو انا بيسموها ايه اصحابنا بتوع السياسه، من راجل شوفيني اللي انت يعني ضد اي جنس غيرك وتحديدا العروبه يعني. لا انا راجل عروبي ابن عروبي وعارف. نرجع بقى معناها. للشوالي. الشوالي مزعل الجمهور الاهلي دلوقتي. الشوالي يزعل اي حد غير مصلحته، اللي رب خير من اللي اشترى. الشوالي انا وابراهيم منيسي كان في اذاعه شبه الشباب والرياضه، ما كل العرب ودي حاجه فخر لينا بيقلدوا، كانوا عاملين اذاعه كده اتحال على انا وابراهيم عشان نروح معاه نحضر. كان الاهلي بيلعب النخبه هناك. تمام. فهو الراجل بني على ذلك وانت عبرت عنها، هو بيميل ناحيه الكف، بس كانت قليله منه قوي البلد اللي قاعد يغني لها واستدعته ووسمته. ها يا اخي مش كده يا اخي، خاصه ان مش تونس يعني. ده الناس البسطاء والطيبين، ها العجائز امام المدفئات والحطبون في الجبال يا عم شوالي، ها كانوا ممكن يتبرعوا لك بوجبه من حبهم فيك. فراعي ده يا اخي، مش كده. مسارها تيجي مصالح ناحيتنا برضه، لكن للاسف والحمد لله ان الجمهور دخل، وان زمايلي واخواتي قالوا ان في اجهزه في البلد دي عارفه يعني ايه. وقلنا عنوان مهم، هذه الاجهزه ورأس الدوله لن يتركوا الاهلي يسير وحيدا. وقلنا برضو للجمهور اطرد اللي جاي يستخدم ملعبك ده في حاجه تانية، حتى لو هو صادق يا اخي برضو كاذب، لانه بيفسد لك يومك. الجزء الاهم من ده انه مصر دي هي اللي بتنشئ كل الاشياء حولها، وده ما يزعلش حد. مش زي بقى اللي بياخدوا البطولات يبيعوها في حتت. وانا قلت لك قبل كده هنا لو فاكر، هو احنا ما ينفعش ننظم حاجه هنا والطيارات تجيب المصريين هنا يتفرجوا علينا هنا والسياحه تشتغل والفنادق تشتغل وده، لكن كل واحد يقول لك ايه لقد وقعنا عقدا. عقدا مين يا عم انت وهو؟ يا عم كونوا على قدر البلد دي لو سمحتوا. دعوتها هتجيلك لو انت واقف على رجلك، والعزومه هتجيلك لو انت واقف على رجلك. الناس دي على فكره جدعان قوي وعرب بجد، لانهم ما بيحترموش الله الاصوات دي. انا في يوم ما في قناه عربيه ما قلتش جيم، فكرت هيزعلوا، لقيته بيقول لي يا اخو احنا ايش نسوي؟ احنا بنجيب التونسي يتكلم تونسي والمصري يتكلم مصري. هم بيتكلموا خليجي نعمل لهم ايه؟ وش اهو. فاحنا بقى كفايه كده، كفايه كده. قال لك انتظام المسابقه في المغرب، وقال لك الاهلي بتوفر له كل شيء، واذا بانتفاضه اهلاويه على السوشيال ميديا ضد عصام الشوالي. شوف كابتن احمد، على فكره اللي صنع تاريخ عصام الشوالي الاعلامي كمعلق